يبدو أن السيدة النائبة المحترمة عندها معلومات مغلوطة عن المنطقة. لا إذا سمحتي، ما معنى إفساد المجتمع الصحراوي؟ رجاء، إذا سمحتي السيد النائب المحترم رجاء، ما عندكش الكلمة، باكي نعطيك الكلمة، ما عندكش الكلمة. نعم غتنضبط القانون، نعم غتنضبط القانون وغتتكلم في إطار القانون، وما عندكش الحق تطول على القانون. السيد الرئيس، في إطار الاحترام الكامل للقانون وفي احترامنا كمكون صحراوي لا يتجزأ عن المجتمع المغربي، نحن كنعرفوا السيد الرئيس على مدار مملكتنا المغربية أن المعارضة كانت دائما بناءة وتساهم في بناء مغرب جديد لا في تخريب المغرب عن طريق مغالطات لا نسمح بها، وهذه الكلمة تمسح من المحضر أو نحتج بقوة على ما استمعنا له. لطالما كان مغربنا موحدا تحت قيادة جلالة الملك، ولا نسمح بتمرير مغالطات سيد الرئيس. والمعارضة بناءة وليست هدامة، وكل يحترم راسه ويحترم هذه المؤسسة. المجلس الأعلى وقف على النقائص المرصودة على 3 مستويات رئيسية. أولا، نظام حكامة وهيكلة واستراتيجية تؤكد أن الهيكلة متجاوزة، بالإضافة إلى التفويض التلقائي لصلاحية منح المساعدات لجمعيات لفائدة المدير ديال التعاون الوطني. ثانيا، المهام المعتادة والجديدة تطبعها الارتجالية ومنطق الإحسان وضعف التأثير. ثالثا، تدبير موارد التعاون الوطني ونظامه المعلوماتي المالية السائبة، ضعف الكفاءات وغياب الشفافية وغياب الرقمنة، السجلات غير موجودة، يعني محو آثار الجريمة. ما يمكن استخلاصه على الأقل 5 ديال النقاط. أولا، مشكل غياب التتبع والمراقبة وهدر المال العام والاستغلال السياسي والانتخابي، ضعف الكفاءات وغياب الشفافية والرقمنة وغياب الشجاعة والقدرة على إحداث قطائع. هناك حاجة إلى نظرة استباقية استراتيجية لوضع حد لتسيير بدائي متخلف لمؤسسة مهمتها رعاية الفئات الأكثر هشاشة والتي تحتاج لخدمات ولإدماج ولصون كرامتها وكرامة أسرها. إذا كنا كنتكلموا على الدولة الاجتماعية راه خصنا نبداو من هنايا. ثانيا، سؤال تقائية برامج وخدمات التعاون الوطني وبرامج القطاعات الحكومية والفاعلين الترابيين، لا أثر له حيث الفوارق تتسع ودائرات الفقر كذلك، الأطفال في وضعية إعاقة، المتخلى عنهم، المرضى العقليون وغيرهم. 3، تقلص دور محاربة الأمية اللي ولات أميات في بلادنا. 3 النقطة اللي يمكن لنا نستخلصوها، يعني سؤال قيادة وتدبير وتتبع ومراقبة الأنشطة. 4، المحاسبة والجزاء والاستغلال السياسي والانتخابي وإفساد الساكنة الصحراوية بالكارتيات. 5، إعادة التأسيس ديال هذه المؤسسة إلا بغيناها تلعب الدور ديالها في بناء واحد الدولة اجتماعية. وشكرا. شكرا جزيلا السيدة النائبة المحترمة. والآن أعطي الكلمة للسيدة الوزيرة المحترمة. تفضلوا السيدة الوزيرة. تفضلي سيدة. نعم تفضلي يا سيدنا. إذا سمحت. سيد الرئيس، عفوا سيد تفضلي. الرئيس، يبدو أن السيدة النائبة المحترمة عندها معلومات مغلوطة عن المنطقة. لا إذا سمحت. ما معنى إفساد المجتمع الصحراوي؟ إذا سمحتي غادي نضطر نوقفك لأن نقطة نظام. إذا سمحتي رجاء، نقطة نظام كتكون في التسيير أو النظام الداخلي. لا حق لك في التعقيب على على مداخلة السيدة النائبة. تفضلوا السيدة الوزيرة. السيدة النائبة ما أعطيتكمش الكلمة. السيدة النائبة ما أعطيتكمش الكلمة. ما أعطيناكمش الكلمة. إلا سمحتوا رجاء. إلا سمحت رجاء. تفضل السيدة النائبة. تفضل السيدة النائبة. ولا جينا ندخلوا فيها يجب أن تكون وزارة الداخلية حاضرة. السيدة النائبة عندها الكلمة رجاء. السيد الرئيس،
السيدة النائبة إذا سمحت يا رجاء، السيدة النائبة تفضلي. سيد الرئيس، السيد النائب المحترم رجاء، ما عندكش الكلمة، باكي نعطيك الكلمة، ما عندكش الكلمة. نعم غتنضبط القانون، نعم غتنضبط القانون وغتشد الكلمة في إطار القانون، وما عندكش الحق تطول على القانون. رجاء تفضل السيدة النائبة، طلب الكلمة في إطار القانون وغادي عبد الحي خلينا تعطالي. نتكلموا. عبد الحي تفضل السيدة النائبة. سيد الرئيس، تفضلي. في إطار الاحترام التام للقوانين، السادة النواب، سيد الرئيس، في إطار الاحترام الكامل للقانون وفي احترامنا كمكون صحراوي لا يتجزأ عن المجتمع المغربي، نحن كنعرفوا السيد الرئيس على مدار مملكتنا المغربية أن المعارضة كانت دائما بناءة وتساهم في بناء مغرب جديد لا في تخريب المغرب عن طريق مغالطات لا نسمح بها، وهذه الكلمة تمسح من المحضر أو نحتج بقوة على ما استمعنا له. لطالما كان مغربنا موحدا تحت قيادة جلالة الملك، ولا نسمح بتمرير المغالطات سيد الرئيس. والمعارضة بناءة وليست هدامة، وكل يحترم راسه ويحترم هذه المؤسسة. شكرا السيدة النائبة المحترمة. تفضلوا السيدة الوزيرة المحترمة.